قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن ترامب ومسؤولين آخرين في إدارته مهتمون بزيادة النشاط ضد الحوثيين في اليمن بما في ذلك الضربات الجوية. واضح أن الإذاعة الإسرائيلية حرصت على أن تعلن فورا بأن إسرائيل ليست هي من تقف وراء هذه الغارات الجديدة على الملاحة الجوية في مطار بن غوريون توقفت وأجبرت الطائرات على التحليق فوق البحر عقب إطلاق صاروخين باليستيين من سماء تل أبيب تحترق، الانفجارات تهز المدينة وأصوات الصواريخ لا تتوقف. في ليلة لا تنسى تحولت سماء تل أبيب إلى مشهد أشبه بيوم القيامة. صواريخ يمنية وصفت بأنها من الأكثر تطوراً أطلقت بشكل متتال وبدقة عالية لتخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية. الأنظمة التي طالما كانت مصدر فخر لإسرائيل مثل القبة الحديدية بدت عاجزة أمام كثافة الهجوم وضراوته. أصوات الانفجارات كانت مدوية، ملأت السماء بنيران حمراء وصفراء وسط صرخات السكان الذين هرعوا إلى الملاجئ. صواريخ ضخمة محملة برؤوس متفجرة هائلة. وفي النقب كان المشهد أكثر رعباً. أصابت صواريخ من طراز ذوي الفقار وفلسطين الثانية مفاعل ديمونا النووي مباشرة. النيران التهمت أجزاء كبيرة من هيكله وغطت المنطقة بسحب كثيفة من الدخان الأسود. فرق الإطفاء والطوارئ هرعت إلى الموقع، لكن السيطرة على الحريق بدت مستحيلة. التقارير الأولية تشير إلى تهدم أجزاء واسعة من البنية التحتية للمفاعل، مع مخاوف متزايدة من تسرب إشعاعي يهدد المنطقة بأكملها. المصادر الإسرائيلية الرسمية التزمت الصمت في البداية، لكن الصور التي تسربت من موقع الحادث كانت كافية لإثارة الرعب والقلق على الصعيدين المحلي والدولي. الانفجارات المتتالية في المفاعل دفعت بالسكان المحيطين إلى إخلاء منازلهم وسط مخاوف من حدوث كارثة نووية. عبد الملك الحوثي، من اقترب منا دفع الثمن غاليا. عبد الملك الحوثي قائد جماعة أنصار الله خرج ببيان رسمي بعد الهجوم. في خطابه وصف الحوثي الهجوم بأنه رسالة واضحة لكل من يعتقد أن بإمكانه التدخل في الشأن اليمني دون عواقب. قال الحوثي: لقد حذرنا واليوم نفذنا. سماء تل أبيب والنقب هي البداية فقط، لدينا القدرة على الوصول إلى أي مكان نختاره. البيان كان مليئا بالتهديدات، مما أثار حالة من التوتر والترقب في الأوساط الإقليمية. السيسي يطلب التفويض الأمريكي نحو حملة عسكرية شاملة، وفي القاهرة جاءت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتضيف بعدا جديدا للأزمة. تسريبات إعلامية كشفت عن رسائل سرية وجهها السيسي للبنتاغون طالب فيها بتفويض رسمي لقيادة حملة عسكرية ضد اليمن. السيسي وصف الهجمات الصاروخية الحوثية بأنها تهديد مباشر لاستقرار المنطقة بأكملها، مؤكدا أن مصر مستعدة للقيام بعمليات جوية تستهدف البنية التحتية الصاروخية للحوثيين. الرسائل تضمنت تحذيرات شديدة اللهجة من أن استمرار الهجمات قد يؤدي إلى تداعيات كارثية ليس فقط على إسرائيل بل على خطوط الملاحة الدولية والمصالح الإقليمية. مصر دعت إلى تحرك عسكري منسق مع القوى الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد. القطار العسكري، الهجوم الذي أربك إسرائيل. في عملية نوعية أخرى استهدفت القوات الحوثية قطارا عسكريا إسرائيليا كان ينقل أسلحة وذخائر إلى قاعدة عسكرية جنوب البلاد. الصاروخ البالستي فلسطين الثانية أصاب القطار إصابة مباشرة مما أدى إلى انفجار هائل. النيران التهمت العربات والذخائر المحملة انفجرت تباعا ما حول المنطقة إلى ساحة دمار. الصور المسربة من الموقع أظهرت عربات القطار وقد تحولت إلى كتل من الحديد المحترق. السلطات الإسرائيلية لم تعلق رسميا، لكن الحادث أثار موجة من القلق، خاصة مع الحديث عن قدرة الحوثيين على تنفيذ عمليات دقيقة على هذا البعد الجغرافي. هداسا تحت القصف، محاولة اغتيال رمزية لنتنياهو. لم يتوقف التصعيد عند الأهداف العسكرية. مستشفى هداسا في القدس، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى العلاج بعد عملية جراحية،
أصبح هدفاً لصواريخ الحوثيين. الهجوم وقع في وقت حساس للغاية، حيث اخترقت الصواريخ الدفاعات الجوية الإسرائيلية لتصل مباشرة إلى المستشفى. رغم عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي أو المرضى، إلا أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمستشفى كانت كبيرة. تم إخلاء المستشفى على الفور، وفرضت السلطات الإسرائيلية حالة من الطوارئ في القدس. الهجوم اعتبر رسالة واضحة ومباشرة للقيادة الإسرائيلية بأن أي موقع مهما كان حساساً يمكن أن يصبح في مرمى النيران. خبراء عسكريون وصفوا الهجوم اليمني بأنه نقطة تحول في الصراع الإقليمي. القدرات الصاروخية الحوثية أثبتت قدرتها على اختراق أنظمة الدفاع الأكثر تطوراً، مما يثير تساؤلات حول فاعلية الدفاعات الإسرائيلية وكفاءتها. المحلل العسكري ديفيد شتاين قال: ما حدث يمثل تطوراً نوعياً. الحوثيون ليسوا مجرد ميليشيا محلية، بل قوة عسكرية إقليمية قادرة على تهديد مراكز القوة الإسرائيلية. الدول الكبرى تراقب بحذر شديد. واشنطن اكتفت بالتعبير عن قلقها، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس. الأمم المتحدة دعت إلى وقف فوري للتصعيد، لكن يبدو أن الأطراف الفاعلة ليست مستعدة للتراجع في الوقت الحالي. الحزب اللبناني: الترقب والحذر قبل العاصفة. على الجانب الآخر من الحدود، خرج نائب رئيس المجلس السياسي للحزب اللبناني محمود قماطي بتصريحات نارية. قال قماطي: صبرنا 60 يوماً، لكن في اليوم الحادي سيكون لنا حديث آخر. التصريحات كانت تحمل تهديداً واضحاً لإسرائيل، مشيراً إلى أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي إذا استمرت الخروقات الإسرائيلية. الحزب أكد جهوزيته الكاملة لأي تصعيد، موضحاً أن صواريخه ما زالت جاهزة للإطلاق، وأنه قادر على استهداف مواقع استراتيجية داخل إسرائيل إذا تطلب الأمر ذلك. ماذا بعد؟ المشهد الحالي يظهر منطقة على حافة الانفجار. الهجمات اليمنية الأخيرة غيرت قواعد اللعبة، وأظهرت قدرة الحوثيين على استهداف مواقع حساسة على بعد آلاف الكيلومترات. إسرائيل تجد نفسها في موقف دفاعي غير مسبوق، بينما التوترات الإقليمية تتصاعد بوتيرة مرعبة. السؤال الذي يطرحه الجميع الآن: هل نحن أمام بداية حرب إقليمية شاملة؟ أم أن الدبلوماسية ستنجح في احتواء الموقف قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة؟ العالم يقف على شفير هاوية. الهجمات اليمنية قلبت الموازين، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستقود هذه الأحداث إلى حرب شاملة في المنطقة؟ أم أن الجهود الدبلوماسية ستنجح في تهدئة الأوضاع؟ الإجابة تبقى في رحم الغيب، لكن الواضح أن القادم سيكون مصيرياً للشرق الأوسط بأسره. تابعوا الأحداث عبر قناتكم شاهد أخبار، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل حصري وجديد.